تخيل مكان الناس والحيوانات بيخشوه ومحدش فيهم عرف يخرج منه، وبيحصل فيه حاجات غريبة وأجسام غريبة بتظهر وحاجات بتطير في الهواء ومحدش عارف هي ايه. ده مش مثلث برمودا ولا حاجة، دي غابة في رومانيا اسمها هو باتشيو. الغابة دي موجودة في رومانيا ومساحتها 3 كيلو متر مربع، وعلى الرغم من حجمها الصغير لكن اتسجل فيها حوادث وحاجات كتير جدا لحد النهاردة محدش لاقي لها أي تفسير علمي. أطلقوا عليها في أوروبا مثلث برمودا أوروبا. اسم الغابة دي مرتبط باسم مزارع كان اسمه هو باتشيو، والمزارع ده دخل الغابة وكان معاه حوالي 200 خروف ومعزة. دخل الغابة وما خرجش منها من ساعتها، وساعتها سموها على اسمه لأنه هو أول واحد يعني يعتبر خلى الناس تكتشف الحاجات الغريبة اللي بتحصل في الغابة دي.